انطلقت في محافظة كركوك احتفالات أسبوع المرور من قبل المديرية العامة لمرور كركوك وبالتعاون مع تجمع الكفاءات العلمية قسم رعاية المعوقين، والتي تضمنت فعاليات متنوعة نفذ في مقر المديرية ومسير سيارات المرور في شوارع المدينة. أبارك اليوم بمناسبة أسبوع المرور كافة الضباط والمنتسبين دائرة مرور مديرية مرور كركوك محافظة كركوك، وبصراحة هذه مبادرة كلش جيدة لأول مرة من قبل معوقين، جماعة شباب من معوقين والرياضيين في كركوك، وهناك تنسيق يكون تنسيق لآلية عمل بيناتنا، لأن وشريحة المعوقين بصراحة في كافة دول العالم والدول المجاورة، حتى في محافظات أقليم كردستان هناك بالنسبة للمعوقين مكان خاص لهم. المفارز حاليا اللي تلاحظونها هي مشكلة، يقوم رجال المرور بتوزيع الهدايا وأيضا توزيع كراسات مختصة بالتثقيف المروري، بالغرامات المرورية، يعني بالإرشادات المرورية بشكل كامل. احنا توزيع الزهور لمنتسبي شرطة مرور كركوك من قبل تجمع الكفاءات العلمية قسم رعاية المعوقين، وذلك لتعاونهم الحقيقي مع هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع العراقي. هني جميع مرور العالم وخصوصا مرور العراق وخاصة مرور كركوك، لأن هم أبطال الشارع وكفاءات العلمية هم يعني هم كلهم خصوصا مشكورين جزيل الشكر، لأن قدموا الخدمة للمعوقين خلال الأرصفة والأسواق والسيارات والباصات والترك فلايت. مشكورين، نشكرهم جزيل الشكر. احنا ذي المعوقين احتياجات الخاصة كفريق رياضة معوقين كركوك نشكرهم ونبارك لهم ونطلب من الله أن يحفظهم في هذا يوم الأسبوع المرور العالمي. توعية سائقي المركبات من خلال توزيع الإرشادات المرورية لهم، وذلك في الإسهام بالعمل الجاد من أجل تنظيم حركة السير وتقليل نسبة الحوادث المرورية. ما عندهم نظام، يعني لا لازم يصير النظام حلو، ماكو مثل النظام ابد. الشغلة الزينة للكل، وهاي الحزام امان لنا ويعني واحد لا سامح الله يصير حادث شيء، هاي يحميك من كل الحوادث ولازم سيارتك دائما جايز. من المدينة المتآخية كركوك، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.